الجراحه العاطفيه؟ الناس بتسالني ايه الجراحه العاطفيه. انا افضل ارد عليكم ان انا ادي مثل سهل قوي واضح قوي علشان ممكن يشرح بطريقه بسيطه جدا ايه هي الجراحه العاطفيه. عارفين مثلا ايه؟ تلاقي نفسك ابنك او بنتك بتمد ايديك عليها او بتشخط فيها وتلاقي نفسك بتعمل كده تكرارا، كل ما هم يتكلموا يقولوا حاجه معينه بتتصرفوا بطريقه معينه، وانت عارف انك انت مش عايز تعمل فيهم كده عشان انت ابوك ولا امك كانوا بيعملوا فيك كده، وانت حاسين بالوجع اللي انتوا عارفينه والكلاكيع اللي اتربت جواكم بسبب التربيه دي اللي كانت عندكم وابوكم. تقول له انا مش عايز ابقى زي ابويا وامي، انا مش عايز اعمل اللي امي بتعمله، مش قادر، بس انا مش قادره ابطل. لما ابني بيقول لي حاجه فلانيه او لما بنتي بتعمل حاجه فلانيه، انا من غير لما اخد بالي بلاقي نفسي من غير لما اكون عايز ايدي اتقلت او صوتي طلع. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ ليه؟ ادي احنا فاهمين وعارفين جاي منين ومش عايزين نعمله، لكن حاجه من جوه بتتحرك والاقي نفسي بطريقه اوتوماتيكيه عملت حاجه انا مش عايزها. ليه؟ عشان الطاقه العاطفيه بتاعت اللي انت عشته وانت صغير متخزنه في جسمك، فولا دماغك ولا فهمك ولا تحليلك ولا نيتك ينفعوا في الحالة دي. الحاجة الوحيدة اللي تنفع هي انك انت تفرغ الطاقة العاطفية اللي موجودة جواك اللي اتخزنت من الماضي بتاعك، من اللي حصل لك من ابوك وامك، تفرغها منك. لما انت بتفرغي الطاقة دي او انت تفرغ الطاقة دي منك، الطاقة بتاعت الماضي بتاعك، انت تقدر تبقى موجود في الحاضر، تقدر تتعامل مع الحاضر بطريقة مختلفة. ليه؟ لان ابنك وبنتك لما بيقولوا لك حاجة معينة بتدوس على زرار الطاقة دي بتتحرك من نفسها بطريقة تلقائية غريزية، اتثبت علميا ان هي اسرع من القرار اللي انت بتاخده بدماغك انك انت توقفها. يعني هي بتتحرك بسرعة اكبر من انك تستدرك انك انت بتعمل اللي انت بتعمله وتقرر انك انت توقف. انت فاكر ان دماغك ماشيه بسرعه، لكن الطاقه الغريزيه دي بتتحرك اسرع. فايه الجراحه العاطفيه؟ ان انا اساعدك انك انت تفرغ الطاقه دي، بحيث ان هم لما يبتدوا يكلموك بطريقه معينه او يعملوا حاجه او يدوسوا على الزرار ده ما يكونش عايش حاله هيجان، ما يكونش هايج كده بحيث انه مستني حاجه ويروح ايه على طول مولع. كل ما تفرغ الطاقه بتاعت الماضي كل ما تقدر تبقى احسن في الحاضر، متملك نفسك، متملك رد فعلك، فتبتدي تقدر ترد على الموقف، مش تنفعل بطريقه انت مش عايزها، بتعمل لك احساس بالذنب بعد كده وبعدين تبقى متضايق من نفسك وبعدين ده ياثر عليك. فالجراحه العاطفيه عباره عن ان احنا نبتدي نتعرف على القصه العاطفيه اللي جسمنا بيحكيها ونفرغ الطاقات القديمه من غير لما نبقى مش عالقين فيها، مجرد ان احنا نفرغها علشان نقدر نعيش الحاضر بتاعنا بطريقه احنا متملكين منها، مش عايشين كرد فعل لماضي متحكم فينا عن طريق جسمنا. دي حاجة ما بتتعملش في الدماغ، ما بتتعملش بالتحليل، ما بتتعملش بطريقة انك انت تغير الاتيتيود بتاعك، البيهيفير بتاعك او السلوك. دي حاجة ابعد كتير واعمق كتير من تغيير السلوك. كمية الناس اللي بتحكي لي ان هي حاولت تغير السلوك بتاعها وغيرته، لكن الاحساس العميق لسه موجود، احساس عدم الامان، احساس الخزي، عدم الحب الذاتي. فالناس بتتعلم تغير السلوك عن طريق انها تفهم القصة وتفهم ان هي محتاجة تغير رؤيتها للمواقف الحقيقية اللي في الحاضر اللي هم عايشينها، اللي هم مش اخدينه في الاعتبار ان جسمك مخزن طاقات بتحرك من عقلك الباطن، بتتحرك لوحديها وبتجلب المواقف اللي بتغذيها وبتتحكم فيك وتخليك رد فعل. فانا بقولك اتعلم ازاي تتحكم في نفسك عن طريق انك انت تفرغ الطاقات اللي موجودة جواك من الماضي عشان تقدر تعيش الحاضر بتاعك بطريقة حقيقية انت متملك. في فرق بين ان انا اتعلم ازاي ابطل احس بالخذلان او ابطل احس بالذنب او ابطل احس ان انا ما عنديش امان، عن اني اتعلم سلوك اتعامل بيه مع السلوك الجديد ده، اتعامل بيه مع الحالة لكن الحالة تفضل موجودة. انا بتكلم على ان انا اغير الحالة، بتكلم على ان انا ابطل احس باحساس معين وابني احساس جديد. لو انا ما عنديش امان ابني امان حقيقي، مش هتعلم سلوك يهدي الحالة اللي انا بخش فيها لما ما يكونش عندي امان. في فرق بين managing my feelings and transforming my feelings. في فرق بين ان انا اغير احساسي يبقى حاجة تانية، وفي فرق بين ان انا اتعلم سلوك يساعدني ان انا اتعامل مع الاحساس. فاهميني؟ هي دي الجراحة العاطفية.
الجراحه العاطفيه شغل عميق جدا، هدفه انك انت تبطل تحس بالاحساس اللي موقف حياتك. اتمنى ان انا اكون شرحت لكم ده كويس.